حلقة النهاردة هتخوف 3 فئات. الفئة الأولى دول بيصيفوا، والفئة التانية رايحين يصيفوا، والفئة التالتة راجعين من مصيف. التلاتة دول هيخافوا ليه؟ لأن حلقة النهاردة بتتكلم عن أغرب المواقف اللي حصلت في البحر مع ناس وهم بيصيفوا، أو ناس عايشين هناك، أو ناس شغالين هناك. هنتكلم عن عفاريت البحر. السلام عليكم على بشر في الدنيا، عاملين ايه النهارده؟ منورين القناه، مشرفينا دايما. معاكم احمد الرخاء. طيب حلقه النهارده ان شاء الله تعجبكم. فقبل اي كلام دلوقتي، طبعا الدعم قليل جدا بسبب قله الحلقات، فانت لو بتتفرج عليا وبتحبني وعايزني اكمل يا ريت تعمل لايك دلوقتي حالا وتشترك معايا في القناه. عايزين نوصل بقى ل 31,000، بقالنا شويه في ال 30 و100 ما فيش. طبعا انا عارف ان انا مش شغال كتير على القناه، بس بسبب الجيش صدقوني هرجع احسن من الاول ان شاء الله. بحاول اعمل حلقات كتير. الحلقه الجايه هتكون عن حياتي، اللي حصل معايا، اللي انتوا طالبينها، واللي ناس كتير قريتها في الكومنتات. يعني فانا بقرا الكومنتات، فانت انزل قول لي رايك في الكومنتات تحت، او قول لي اي حاجه انت عايز تقولها لي. وما تنساش تشترك معايا في القناه، وتشترك معايا في اي ميل ظهر قدامك دلوقتي حالا. ودايما تخليك معايا، ويا ريت يا ريت تعمل شير يعني وكده، الحاجات دي كلها. الحلقه النهارده حلوه وفيها رعب. يلا شوف بقى مشروبك السخنه، يبقى ايه، شاي بقى، ايا كان. المهم تصلي على النبي وتجيلي مره كمان. النهارده هبدا اخش في الموضوع، بس هبدا الاول يعني حاجه صغيره كده، مقدمه كده صغيره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان قال حديث يعني فيما معناه ان عرش ابليس على البحر، مش مسيطر على البحر، على البحر. عشان أنا لقيت مفاهيم غلط كتير ان ابليس بيسيطر على البحر بعرشه والكلام ده. لا لا لا، هو على البحر، مكانه على البحر، عرش ابليس. فابليس بيعمل ايه؟ الخدام بتوعه او العفاريت الصغيرين اللي تحتيه بيبدا يبعتهم عشان يثيروا الفتنه والشر بين البشر وبين الناس. ده معنى الحديث. يعني ايه فيما معناه؟ عشان مش حابب اغلط مثلا في حرف ولا حاجه. الحديث طبعا اكيد انتوا شفتوه ظهر قدامكم على الشاشه. فجو انك تبقى موجود على البحر في وقت الغروب، محدش سأل ليه. في ناس بتبقى شايفه ان بالليل ده بيبقى متعه جدا في البحر، بس مع ذلك اي حد يبقى ليه سيطره على البحر يقول لك لا احنا هنقفل الساعه كذا، وقت الغروب، لا ما تروحش البحر بالليل، ما تعديش، مش عارف ايه. الكلام ده احنا بنسمعه وبنشوفه. في ناس ممكن تصدق الحلقه وتصدق اللي هيتقال، وفي ناس لا، هي حاجات غريبه جدا. فانك تبقى موجود في وقت الغروب تحديدا، بيقولوا الموضوع ده صعب جدا وبيحصل عليه يعني خوف ورعب ومواقف كتيره. فانا كنت بقلب في السوشيال ميديا، فلقيت مواقف لناس بتحكي في الكومنتات حاجات غريبه، وفي مواقف انا سمعتها قبل كده، وقريت بقى حاجات تانية في البوست نفسه. فاللي هو جمعت بقى كل ده وجبت لكم مواقف النهارده. مواقف النهارده بتبدا معانا وبتقول، هنبدا نتكلم ونحكي اول موقف، وطبعا هنقول عن اسكندريه. واي حد في اسكندريه عارف شاطئ الموت او شاطئ النخيل زي ما بيقولوا. بنت اسمها اميره بتحكي وبتقول، كنا مسافرين في اسكندريه انا واهلي وكده، وفي يوم نزلت الميه، كان الوقت خلاص يعني ابتدى على بعد العصر كده، ويعني قربنا على المغرب، خلاص وقت الغروب جه، وابتدوا يطلعوا ناس بالفعل. ففي ناس بتبدا ايه تسرح يعني كده وتخلع كده بعيد عنهم شويه، يعني يستمتعوا بنص ساعه زياده مثلا عن الباقي. انا كنت من الناس دي. ففي وسط ما الناس بتطلع كان في ولد صغير موجود وسط يعني وسطنا وهو بيعوم، بيشاور لي بيقول لي تعالي هنا في ارض، هنا في طول. انا بصراحه اللي هو ايه كنت عايز اقرب، اللي هو انا هنا الطول يعني انا موجوده هنا وهو بعيد عني بشويه، فالطول اللي عنده يعني هو اقرب للبحر، والطول اللي عنده اطول من اللي عندي. فلو انا عندي الميه واصله لكتفي، عنده هو واصله لوسطه. قلت بس انا هجرب اخش. وبالفعل على ما وصلت يعني وبتاع وقربت وكده، كان هو مبقاش موجود. بس انا على ما وصلت مكانه لقيت الميه ابتدت تعدي رقبتي. فين وفين، لولا ان انا بحاول يعني بعرف اعوم كده على قدي، قدرت افضل عايمه على وش الميه شويه عشان ما اغرقش. وفضلت كده بحاول ارجع بس مش عارفه، لحد ما كان يعني والدي واحنا جايين كان قال لي جمله كده
اول ما تحسي ان انت تغرقي نزلي نفسك لتحت وصلي للارض، وبايديكي ورجليكي زقي نفسك لقدام واطلعي وامسكي في الرمل والكلام ده كله يعني. فانا كنت يعني ناويه، يعني انا عملت كده بصراحه، نزلت لتحت وهوبا لقيت نفسي بقرب فعلا اهو الحمد لله خلاص بوصل للشط. وفجأة كان في بنتين، يعني بعد ما انا وصلت كده بشوية كان في بنتين جنبي، لقيت واحدة فيهم بتصرخ وبتقول انا شفت عيل صغير، كان في عيل صغير هنا نده عليا وقال لي تعالي هنا، ولما قربت لقيته نزل تحت المية ونزل وما طلعش، والله ما طلع، الواد غرق. وكانت بتتكلم بصريخ وعياط وشكلها كانت خايفة جدا، وغالبا هو نفس الطفل اللي كان عايز يغرقني. وطبعا احنا لما رحنا اسكندريه كنا جايين لحد معرفه يعني. فلما حكيت له وحكيت له على البنت اللي كانت جنبي اللي شافت الطفل ونزل، وانا الطفل ده نده لي وكنت هغرق والكلام ده كله، قال لي ده عيل كان مع اصحابه ومات، بدأ يخش مع اصحابه جوه لحد ما مات، والطفل ده بيطلع من وقت للتاني في مكان معين كده اللي انت كنت فيه، يسحب حد ويخش. عشان كده شاطئ النخيل يعتبر من اكتر الشواطئ اللي فيه موت. وطبعا مش ده السبب الرئيسي، ده سبب من ضمن اسباب تانية. موقف تاني، واحدة بتحكي وبتقول مرات قريبي كانت في اسكندرية على احد الشواطئ، بتحكي وبتقول كنت ماشية على الشط يعني بالليل على الساعة 3-4 الفجر، بتمشى كده على الشط وقت الشروق. فهي كانت حامل، فهي بتتمشى بدأت تلمح زي ما يكون في خيال أو يعني مجسم لشخص واقف على المية. فلما بدأت تركز أكتر حست إن الشيء ده بيقرب، يعني المجسم ده أو الكائن ده بيقرب اللي واقف على المية أو طاير على المية بيمشي على المية. فلما قرب بدأت تركز وتشوف ملامحها. أيوة، كانت ست واقفة على المية، شكلها كان يخوف جدا، هي كانت خايفة منها جدا، كان في إحساس مرعب كده، وشكلها أصلا كان يخوف. وشها كان أسود، شعرها كان منكوش، ضوافرها كانت طويلة، وبتشاور لها بتقول لها تعالي. المشكلة إن هي فضلت تجري، أول ما بدأت تركز في ملامحها وتفهم ملامحها خدتها جري على الشط. والغلبانة بعد ما فوتتها وخلاص مشيت بتبص لقيت الست دي على طرف الشط واقفة لها وكانت قريبة منها جدا. فلما ميزت ملامحها قرب شوية اغمى عليها ووقعت على بطنها والبيبي نزل. واحد بيحكي وبيقول كنا بنصيف انا وعيلتي وكان معايا اختي، فكنا مثلا جينا على الساعة 12 واحدة بالليل، حابين نقعد على البحر بصراحة، ومش يعني مش عايزين ننزل، احنا عايزين نقعد بس. فخدت اختي ومشينا، وصلنا الشط، رحنا دخلنا قعدنا كله تمام مفيش حاجة. المهم بنبص على يميننا قدام كده شوية بعيد عننا بشوية، كان في بتاع 5-6 شباب قاعدين، واحنا يعني سامعين دوشتهم وبتاع، بس عادي يعني ماشي اوكي قاعدين وخلاص. فواحنا قاعدين لقينا واحد من حراس الشط جاي وبيقول لنا ما ينفعش القعده هنا في وقت زي ده. فبنقول له ليه؟ ما في ناس قاعده هناك وبتاع. فبيقول لنا لا ما حدش غيركم هنا. فهو بيقول كده احنا بصينا ما كانش في حد، والله العظيم ما كان في اي حد، واحنا كنا سامعين دوشتهم مش بس شايفينهم. فطبعا بدون كلام كتير كده اللي هو انت معاك حق احنا ماشيين فعلا. فخرجنا بعدنا عن البحر وخلاص طالعين يعني على الاسفلت وبتاع، فبنبص على الناس اللي كانت قاعده، لقيناهم قاعدين زي ما هم، بس بص لنا كلهم بص لنا وبيشاوروا لنا وبيعيطوا. انا كل اللي عملته ان انا خدت اختي وجرينا، معرفش ده حصل ازاي. ونفس يعني تاني يوم على طول لقيت اختي جايه بالليل على الساعه 8-9 كده بالليل، طالعه البيت وبتعيط في ايه، حد كلمك، حد بتاع. حصل لي حاجه على البحر. ايه اللي حصل؟
لقيتها بدات تحكي وبتقول كنت بشتري حاجات فقلت اما اطلع اقف شويه على البحر، فطلعت وقفت لقيت راجل وست وبنتهم قاعدين على البحر على الشط عادي، وبنتهم عماله بتلعب بالكوره، وفجاه الكوره راحت داخله في الميه، وبنتهم صغيره اللي هو ما ينفعش تخش في الميه كده. فانا بقرب عليهم وعمال انده على الراجل والست شوفوا بنتكم شوفوا بنتكم. الراجل والست ما كانوش بيبصوا لي مع ان انا متاكده ان صوتي كان مسموع ليهم. وفجاه لقيت البنت الصغيره دخلت الميه ورا الكوره وما طلعتش تاني. والراجل والست دول يعني الراجل قوم الست وخدوا بعض وراحوا داخلين الميه ونزلوا تحت، وانا كل ده واقفه مكاني كاني بتفرج على فيلم، والله العظيم كاني بتفرج على فيلم بس. ورجعت على البيت معيطه. حصل موقف برضو معايا انا واختي، كان في يعني كنا في العين السخنه وكانت الناس ابتدت تطلع من الشط وخلاص الشط بيفضى، ففعلا انا لقيت الشمس غابت والشط فضي، قلت اما اخش كده اعوم ايه حبه روقان يعني في الميه. بالفعل دخلت وخلاص يعني انا بعوم انا اوريدي فعلا انا واختي. هي اختي كانت اصغر مني، فاختي كانت قريبه للشط عني، انا كنت جوه شويه في البحر، هي كانت اقرب للشط. فلقيتها نايمه على وشها وما بتتحركش، سايبه نفسها الموج يودي فيها ويجيبها. فانا عمال انده عليها واقول لها يا بنتي قومي وبتاع في ايه ومش في ايه، فاكراها بتهزر عادي. لقيتها ما بتردش عليا. المهم فضلت واقفه كده بتاع 15 ثانيه في رهان مع نفسي ان هي هتطلع دلوقتي عشان خاطر نفسها وبتاع والكلام ده، لكن ما قامتش. فقلقت عليها بصراحه وبدات اقرب وانا بدوس على الرمله، لقيت الرمله اللي بدوس عليها بتنزل لتحت، بتنزلني اكتر لتحت، وحسيت ان رجلي زي ما يكون في حد بيمسكها. ايوه في ايد خفيفه كانت بتمسكني من عند المكان اللي بيلبسوا فيه الخلخال. انا ما كنتش عارفه اعمل ايه، فبدات انفعل بصوت عالي على اختي وانده عليها ان هي تطلعني، كاني ما بتكلمش. صوتي ابتدى يعلى وخلاص انا فعلا بتسحب ونفسي خلاص بيخلص وشكرا انا بموت. لكن لمحت ان الراجل بتاع الشط كان جاي يعني، ولقيته شد اختي لبره وراح شددني انا كمان، وانا ما انا مخضوضه، انا كان بموت فمخضوضه مش واعيه اللي بيحصل. حتى الايد اللي كانت ماسكاني دي ابتدت تسيبني، وخدت اختي والراجل بدا يعني ايه يكلمنا بطريقه حاده شويه، اللي هو انا مش قلت هنا ما ينفعش ممنوع مش عارف ايه، انا مش طلعت الناس الكلام ده كله. لما دخلنا الحمام كنت بقول لاختي انت ايه اللي انت كنت عاملاه ده؟ انت ليه كنت عامله كده؟ قالت لي انا كان في حاجه غريبه حاصله لي، انا كنت شايفه تحت الميه راجل وست قاعدين بيشاوروا لي ان اجيلهم، يعني بيقولوا لي تعالي. المشكله ان وانا شايفاهم كنت بتنفس عادي. ايوه كنت بتنفس تحت الميه، وكنت حاسه ان انا بره عادي في البر مش في البحر، وما كنتش سامعه اي حاجه تاني. قلت لها وانا كمان كان في ايد بتمسكني وبتشدني لجوه. انا وليد كنت شغال امن في احد الشاليهات، يعني كنا بنأمن احد الشاليهات الخاصه بحد كده كان مشهور وبتاع، فكان في مكان متوفر ان في كاميرات وبتاع، فكنت قاعد في اوضه فيها شاشات وسرير ومكان يعني كده حاجتي وبتاع. كنت شغال في المكان ده ما بقاليش اسبوع. ففي احد الليالي كنت قاعد معايا كتابي بقرا فيه عادي، ببص في الكاميرا، كان في بتاع 3 كاميرات بيجيبوا اماكن ما اقدرش اشوفها من مكاني في الاوضه، محتاج اشوفها من الكاميرات. وانا ببص في الكاميرا لقيت واحد لابس جلابيه بيضه خارج من الميه. طبعا انا استغربت المنظر جدا، ملامحه ما كانتش واضحه، هو واحد لابس جلابيه بيضه. فخرجت بسرعه على المكان بتاع الكاميرا، يعني هي كانت كاميرا 2، فرحت المكان بتاعه على طول. ما كانش في حد موجود خالص في المكان. انا مش عارف انت زي ما يكون كانت حاجه مسجله وراحت لحالها، مش عارف ازاي. المهم رجعت تاني ببص في الكاميرا
مفيش حاجه، يمكن بيتهيألي، مش عارف. المهم قعدت وما همنيش، كملت قرايه كتابي. ببص في الكاميرا تاني بعد شويه، لقيت الراجل ده واقف باصص للكاميرا، واقف باصص لي. المشكله مش ان هو واقف باصص لي، المشكله في شكله. وشه كان زي ما يكون متكرمش بطريقه مش طبيعيه. عارف الوش لما يكون بايش، عارف لما يبوش؟ هو وشه كان كده، زي ما يكون بقاله سنه في الميه. جلده شرب الميه كلها لدرجه ان بقى فيه كلاكيع وكرمشه غريبه كده. عينيه كانت كلها بيضه، كله ميه. الراجل ده لسه خارج من الميه، واقف باصص لي في نظره مرعبه. انا قلبي اتهز من مكانه، بس ما كانش قدامي حل غير ان اخرج بسرعه. وخرجت وجريت على المكان وشفته. ايوه، شفت الراجل وهو داخل الميه، وهو ماشي على الميه، ونزل في حته كده معينه في الميه. انا واقف في ذهول تام، مش عارف ايه ده. كملتش بصراحه. من ساعتها وانا بحلم بيه، فضلت احلم بيه، بيجيلي في الاحلام. سبت الشغلانه، مكانش قدامي حل تاني. الموقف الاخير معانا بيحكي وبيقول: كنت مسافر مع اخواتي وامي وابويا والكلام ده، فكنا في الساحل الشمالي. كنا في قريه فيها يعني بسين، والشط جنبها برضو على طول، مفيش دقيقتين مشي. المهم انا كنت يعني كان في واحده اتعرفت على اخواتي وبتاع، فانا اتعرفت عليها، فاللي هو انتوا فاهمين يعني كده. فانا يعني مع الكلام كنت زهقت من البسين، يعني كنا كل يوم في البسين، فكنت عايز اقول لها بقى خلاص تعالي ننزل الميه بقى شويه. فقلت لها يلا ننزل الميه، قالت لي ماشي. انا يعني الموقف ساعتها كانت ان هي عايزه تنزل الميه عشان ترضيني ومش عايزه تزعلني. فالمهم قالت لي طب روح وانا هاجي وراك. قلت لها مفيش مشكله. المهم وصلت انا الشط، مفيش دقيقتين بيننا وبين القريه يعني، وقلت على ما تيجي هي انا هنزل اخد لي لفه في البحر. المهم هي كانت لابسه يعني طقم رمادي، انا كنت عارفه وعارف شعرها. وانا بعوم كده في الميه كده عادي مع نفسي، الامواج كانت عاليه جدا. لقيت البنت دي اللي انا بقول لكم عليها جنبي كده ومكمله لقدام، يعني جايه كده من جنبي، بس انا ما خدتش بالي، انا شفت الشعر بس والكتف والطقم الرمادي ومعديه كده. انا قلت بس هي دي، خلاص يلا نخش جوه شويه. فدخلنا، لقيتها يعني هي بتبعد عني بسرعه انا مش قادر اوصل لها. يعني اللي هو ايه ده، انت ازاي سريعه كده؟ ايه السرعه دي؟ انت لو لابسه زحانف في رجلك ولا مش عارف اسمها ايه كان زمانك جريتي، يعني كان زمانك ايه ده، ايه كل ده؟ المهم انا ببص لها وهي بتبعد، وفجاه لقيت موجه كبيره جدا جت راحت نازله عليها. طبعا انا قبلها بشويه وهي مسابقاني بحبه حلوين، فالموجه دي بقى جايالي، بس جالي اخف من ما كانت معاها. المهم الموجه دي شقلبتني، فانا لما شفت الموجه طبقت عليها وانا اتشقلبت، قمت ابص حواليا، مش موجوده. البنت اللي انا نازل معاها مش موجوده. قعدت طبعا يمين وشمال ابص بتاع، مش لاقي حاجه. في وقت الحيره ده الميه كانت بترجع تاني عشان تضرب موجه تانيه. في الرجعه دي انا اتشديت لجوه. طبعا انا ببص كده يمين وشمال مش واخد بالي، ببص لقيت نفسي جوه على الاخر يعني، وفي موجه تانيه جايه. طبعا انا يا دوب بلف كده على الشط، وزي ما يكون في حاجه شدتني لتحت. نزلت لتحت لحد ما لقيت نفسي زي ما يكون في مغناطيس شدني، وقفت على الرمله والميه فوقيه هنا كده. طبعا انا واقف، انا ايه ده، انا فين؟ انا في نص الميه، انا ما اعرفش، انا مش عارف اللي حصل ده ازاي. بس هو في حاجه قالت لي اخبط الارض او نط مكانك. فنطيت، لقيت نفسي طلعت، راسي طلعت من الميه، فرفعت ايدي ناحيه الشط وانا بنده على اي حد وخلاص. المهم انا فاكر ان انا وانا بعمل كده فرفعت كده ببص، لقيت والدي ووالدتي وجهاد معاهم، يعني مع اخواتي مع بعض كلهم. جهاد ما جاتش اصلا، وانا ورحت نازل تاني. كل ده حصل
فما كملش ثانيتين 3. فانا نزلت نطيت مره كمان، وانا بنط كانت الموجه التانية خبطتني، وخلاص انا ما بقتش شايف حاجه حواليا غير ميه. بقيت قشايه تايهه في بحر، بقى كل اللي حواليا ميه، مش شايف اي حاجه. لحد ما خلاص انا سبت نفسي، والحمد لله كانوا في المره الاخيره دي اللي هي اللي طلعتها فالموج خبطني، كانوا شافوني لان انا كنت بنده بصوت فاتشفت. فلقيت طوق اتحدف فوقيه، يعني انا تحت وبصيت لقيت الطوق، يعني انا مفيش ارض خالص، سداح مداح كده. والراجل بتاع الشط هو اللي كان حدفها وجه لحقني وبتاع، وخرجت تاني. وبعد كام يوم كده لما هديت بسأل جهاد، قالت لي لا انا ما دخلتش الميه لسه، لما انت غرقت انا ما كنتش لسه دخلت. مش عارف، انا اكيد مفيش ولد ممكن يتوه عن بنت لسه متعرف عليها. بس يا سيدي، حلقه خفيفه كده عن اغرب المواقف. هي غريبه، مش هقول لك بقى جن وعفاريت، بس ده ايه؟ ارواح ايه يعني؟ انا عايز عقلك معايا. في ناس بتقول جنيات بحر، واللي بيقول لك ارواح، واللي بيقول لك عفاريت، واللي بيقول لك اعوان ابليس، وحاجات كده غريبه ومش عارف بصراحه، بس هي حاجات ملهاش تفسير، حاجات ما بيشوفهاش غير اللي بينه وبين الموت سنتي. عشان تشوف حاجه زي كده انت كنت في الموقف ده بنسبه 90% ميت. سبحان الله، كفة ال10% طبت فانت عشت، بس لمحت قبل ما تموت. لو انت عندك موقف ممكن تحكوا لنا، وممكن نعمل منه جزء تاني. لو لقينا مواقف كتيرة وكويسة ممكن نعمل من الحلقة دي جزء تاني. وبس خلصنا الحلقة، وكان معكم صديقكم المقرب. متنساش تعمل لايك، اشتراك، فاهم، كومنت. صليت على النبي صح؟ ماشي، انا ماشي.